هذه الصحراء عند حافة المحيط هي مكان حار متوحش تتخلله كثبان جبلية وسهول قاحلة. إن معظم الحيوانات التي تعيش هنا قد أمضت آلاف السنين لكي تتكيف مع هذه البيئة القاسية. لكن هذا القادم الجديد إلى الصحراء يواجه أوقاتا صعبة. قطيع فريد من الخيول البرية يعدو عبر الرمال. إنها خيول متحدرة من سلالة أرستقراطية أحضرها إلى هنا بارون ألماني في مطلع القرن التاسع عشر، وهي ما بقي من دولته التي انهارت. تركت في وسط الصحراء وناضلت لكي تنجو وتعيش في مكان لا يلبي حاجاتها. مهارها واجهت ظروفا شاقة قاسية. الأحوال الجوية المتقلبة والظروف القاسية ترغمها على التجوال ما بين المرتفعات والهضاب والسهول في بحث دائم عن الماء والطعام عبر الصحراء. تضع صغارها في الفترة القصيرة التي يتساقط المطر خلالها ليخفف من الحر القاتل. على المهار أن تكسب قوتها خلال الفترة التي ينمو فيها العشب فوق التلال، إذ إن المياه ستجف والطعام سيشح، وعلى الخيول أن تعاود السفر من جديد. يمثل طريق العودة كابوسا مخيفا. ليست الصغار كلها تنجو لتنجح في الوصول إلى الهضاب. بعضها لا يملك القدرة على متابعة الرحلة. إنه اختيار الطبيعة في وجهه المتوحش والسريع. يعيش هذا القطيع هنا منذ أقل من 50 سنة، وقد لا ينجو ليعيش 100 سنة أخرى. لكن حتى في هذه الظروف القاسية ينجح بعض الصغار في عبور الهضاب التي يضربها الجفاف لكي يكون اللقاء بالمطر المتقطع. في كل سنة وحدها المهار الأقوى هي التي تنجو. وعندما تكبر وتصبح فحولا بالغة تتنافس فيما بينها على حق التزاوج، والفحل الفائز هو الذي يقود فرسان القطيع. جينات الفحول الأكثر قوة هي التي تنجو وتستمر، وكما الفحول هكذا تستعد الذكور العملاقة للتزاوج عند الساحل المجاور. عليها أن تتصارع فيما بينها لكي تصل إلى الإناث. تضع الإناث